قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. فيلم النهاردة ده حكاية بيبدأ في فرنسا كده على رواقة. بنشوف ناس قاعدة تلعب قمار، بس يا دوبك كده تلاقي واحد فيهم يروح خاطف ساعة من واحد تاني ويجري بيها. المشكلة بقى إن كان في معلم قاعد معاهم، قاتل مأجور اسمه إلياس، راجل تقيل كده. لما شاف اللي حصل ده لما له كام حارس من اللي حواليه وراحوا ماسكين الراجل اللي سرق ده وبسكوا فيه. ده بان وقتها إن إلياس ده عنيف نيك، تلاقيه كده بيجيب مسامير ويقعد يدقها في إيد الراجل اللي سرق ده عشان ما يمدش إيده على حاجة تاني أبدا. وبنعرف وقتها إن إلياس ده بيشتغل لأي حد يدفع له، بس كده لا ضمير ولا بتاع. على الناحية التانية بقى في نفس المدينة بنشوف بنت زي القمر كده اسمها نورة. دي شغالة موظفة خدمة سيارات في فندق كبير. مهمتها كده تاخد العربيات من النزلاء وتدخلها الجراج. زميلها اللي معاها اسمه ستيف، ده بتاع شنط، يشيل الشنط ويوديها الأوض. وصاحبتها الأنتيم اسمها زوي، دي بقى شغالة في الاستقبال، وعندها حبيب اسمه بريست بيشتغل في البار. نورة دي باين عليها مركزة في شغلها قوي، تلاقيها تتضايق لو لقت عربية مركونة قدام الفندق كده وخلاص. بس في مرة يجي واحد ركن عربيته قدام الفندق اسمه جليل، وكان معاه بنته، بيعرفها انه خلاص ماشي. بس نورة تتعامل معاه وحش جدا، ده حتى بعد ما قال لها انه بيقدم على شغل في نفس الفندق وممكن يبقوا زملاء، برضه اسلوبها زفت. حتى بنته الصغيرة شافت انها واحدة وقحة ومشيت مع ابوها. اثناء بقى بريك الاكل بتاعهم تروش نورة لاصحابها التلاتة دول، وتلاقي كل واحد فيهم مجهز سلاحه ولابس واقد بالرصاص. ليه بقى؟ عشان رايحين يهجموا على رجل اعمال كبير كان في الفندق، بس كان لسه متحرك بعربيته يا دوبك على طول. نورة تسوق بيهم العربية بمنتهى الاحترافية، سواقة مفيش زيها، لحد ما يقربوا من رجل الاعمال ده. وقتها كله يلبس الاقنعة بتاعته ويظبطوا ساعاتهم ويفضلوا يضربوا نار لحد ما يوقفوا العربية بالعافية. بعدها ستيف يفجر الباب عشان يقدر يفتحه، بس رجل الأعمال يضربه بالنار ويحاول يجري. أصحاب نورة يمسكوه على طول وهي تطمن على ستيف وتشوفه كويس. بيبان وقتها إن الاتنين بيحبوا بعض، بس نورة تتعصب على رجل الأعمال ده وتجرحه بالسكينة عشان ينطق برقم سر شنطة الفلوس. ورغم إن المهمة نجحت وكانوا خلاص هيرجعوا الفندق قبل ما حد يحس بغيابهم، تتفاجئ نورة ببنتين جوه عربية رجل الأعمال، وكمان واحدة منهم اتصابت بالرصاص، فتقرر تاخدها هي وستيف ويودوها المستشفى. ورغم كان في عسكري هناك، هربوا منه بذكاء وبسرعة ويرجعوا الفندق قبل ما حد يحس بحاجة. المشكلة بقى إن نورة اتأخرت 5 دقايق والمدير بهدلها بهدلة العمر. تاني يوم يروح القاتل المحترف إلياس يقابل مساعدة رجل الأعمال اللي تحكي له كل اللي حصل وتعرفه إن البوليس ملقاش أي دليل، وتحذروا كمان إن العصابة الصوبة دي سرقت 5 فنادق في آخر 4 سنين، عشان كده لو لقاهم لازم يخلص عليهم فوراً. وفي الآخر قالت له إن الدليل الوحيد دلوقتي هي البنت اللي كانت في العربية وموجودة في المستشفى. بالليل بقى نورة تخلص شغلها في الفندق عادي، بس وهي مروحة تلاحظ وجود جليل قاعد بيعزف بيانو. بس أول ما يبصلها تجري، بس هو يروح لها ويحاول يلطف الجو بينهم. بس نورة وقتها تبقى حادة في الكلام وتتعصب بسرعة كالعادة، بس هو يعرفها انه خلاص اشتغل في الفندق وهيشوفوا بعض كتير الفترة الجاية. بس برضو نورة ما تهتمش وتسيبه وتمشي. بعدها تروح بقى مع ستيف والباقيين لمكان راجل عجوز كده، يتضح انه عم نورة واللي كانت رايحة له عشان تشيل عنده الفلوس. وبنعرف كمان انه بيوفر لهم العربيات اللي بينفذوا بيها عملياتهم. وبنعرف وقتها كمان إن العملية الجاية دي هتكون الأخيرة للفريق كله. لما يقعدوا الأربعة مع بعض يبدأوا يتكلموا مع نورة عن اللي حصل، عشان هي ما كانش ينفع تاخد البنت وتوديها المستشفى، خصوصا إنها ممكن تتعرف عليها بعد كده. لكن نورة تحاول تدافع عن نفسها بشراسة، خصوصا إنها تعتبر القائد بتاعهم. بس برضو كله شايف إن ده مش قرار صح، فتأكد لهم نورة ساعتها إن ده مش هيحصل تاني. وبعد كده يتدربوا كلهم شوية على ضرب النار، بس بنلاحظ وقتها إن زوي كانت أكتر واحدة متحمسة فيهم. في نفس الوقت ده يروح إلياس يزور بنت الليل في المستشفى ويسألها عن اللي حصل ساعة الحادثة، بس هي تعرفوا إن كلهم كانوا مقنعين وعشان كده مش هتفيدوا بأي حاجة. إلياس يهددها بشكل صريح بابنها وجوزها عشان يفهمها إنه عرف كل حاجة عنها ومش هتقدر تكذب عليه. ويقول لها كمان
أنا ممكن أحول حياتكم كلها الجحيم. وعرفها إنه قاعد في فندق المدينة في أوضة 150، وقال لها استناكي تزوريني أول ما تطلعي من المستشفى. تاني يوم تخلص نورة شغلها وكانت مروحة كالعادة، فتلاقي المدير واقف يزعق مع جليل عشان جايب بنته الشغل، وده ما ينفعش. فهو يحاول يفهمه إن أمها مش موجودة، بس برضه المدير ما بيهتمش. فتدخل نورة وتعرض تاخد البنت معاها لحد ما جليل يخلص، خصوصا إنها خلصت الشيفت بتاعها خلاص، والمدير وقتها يوافق. بس البنت طبعا كانت قلقانة منها، لكن جليل يقنعها في النهاية إنها تروح معاها عشان مفيش حل غير كده. نعرف بقى إن إلياس قاعد في نفس الفندق اللي اشتغلت فيه نورة، وكان وقتها بيكتب كل الأدلة اللي أعرفها لحد دلوقتي. وكان تخمينه الأبرز إن العصابة دي محترفة، خصوصا في سواقة العربيات. فيتصل وقتها بواحد يعرفه عشان يجهز له قائمة بكل اللي سرق في المدينة. بالليل بقى يخلص جليل شغله ويروح ياخد بنته، فيلاقي وقتها نورة بترقص معاها وخدوا على بعض جامد، لدرجة إنه وهم مروحين تبقى البنت مش عايزة نورة تمشي أساسا. تسألها إذا كانت مرتبطة ولا لأ، بس نورة تقول لها ما عنديش حبيب، بس مركزة في شغلي وحياتي وخلاص. المهم تاني يوم يروح إلياس ورجالته لعصابة كده من النصوص، ويفضل وقتها يعذب الزعيم بتاعهم عشان يديله أي معلومة تفيده. ورغم إن إلياس يتأكد إن هو ملوش علاقة، إلا إنه كان هيموتوا لو ما أدالوش معلومة. فيضطر وقتها الراجل يعرفه إن أكيد حد في الفندق مشترك في العملية، عشان هو لما عمل عملية شبه دي قبل كده كان لازم ياخد بيانات الشخص اللي هيسرقه الأول. فيقرر إلياس يسيبه، بس يقول له لو اتصلت بيك في أي وقت لازم تجيلي. في الوقت ده بتبقى زوي بتاخد تفاصيل الشخصية الجديدة اللي هيسرقوها، واللي يتضح إنها سيدة أعمال وبتتاجر في السلاح. فيروح ستيف يفتح خزنتها في الأوضة ويلاقي وقتها فيها فلوس كتير ومجوهرات. فيجتمع الرباعي عشان يشوفوا هيعملوا إيه، ويتفقوا كلهم ينفذوا العملية دي ويعتزلوا بعدها. ولما كل واحد يرجع مكانه يروح إلياس يشرب حاجة في البار، ويقابل وقتها بريست اللي يلاحظ المسدس في جيب إلياس ويبدأ يقلق منه. المهم بالليل تخلص نورة الشغل وتلاقي وقتها جليل مستنيها، ويقول لها أنا عامل لكي مفاجأة وعاوزك تيجي معايا. توافق نورة وتروح معاه فعلا، وتتفاجئ وقتها لما تلاقيه مجهز لها عشاء رومانسي. بتعرف بقى وقتها إن مراته ماتت من 2 بسبب السرطان، ومن وقتها وهو بيربي بنته لوحده واخد باله منها. لكن من أول ما زعكت فيه نورة وهو وقع في حبها على طول، ونورة ساعتها بتصدقه لدرجة إنها تروح لزاوي وتطلب منها مفتاح أوضة في الفندق يكملوا السهرة فيها. تاني يوم إلياس يحط قدامه كل صور الموظفين ويبدأ يتحرى عنهم، لكن أثناء ما كان بيعمل كده يلاقي نورة وهي بتجيب عربية نزيل في الفندق. ياخد باله إن سواقتها مميزة جدا. تروح نورة وقتها لزاوي وتحكي لها عن جليل وتقول لها أنا مش عارفة إيه اللي حصلي من ساعة ما شفته، بس يعني أنا منجذبة ليه بشكل كبير. أول بقى ما بترجع نورة لشغلها بتبقى الصدمة لما تشوف بنت الليل نازلة من عربية وداخلة الفندق، واللي تبص لها في عينيها كده وتتأكد نورة وقتها إنها اتعرفت عليها. والمصيبة الأكبر كمان إن المدير يجي يطلب منها تطلع أوضة 110. إلياس بيبقى وقتها قاعد بنت الليل قدامه ويطلب منها تبص على صور الموظفين يمكن تتعرف على حد. لما تدخل نورة عليهم بقى تتوتر البنت، بس مع ذلك يعني ما بتقولش أي حاجة. لما يسألها إلياس إذا كانت العصابة معاهم بنت تنفي الموضوع وتأكد له إن كلهم كانوا رجالة. فيخليها تمشي ويقعد هو يتكلم مع نورة ويحاول يضغط عليها عشان ممكن تغلط في حاجة. لكن نورة بتبقى واضحة تماما معاه وبترد بشكل طبيعي، بس برضه رغم كده إلياس بيبقى شاكك فيها، وعشان كده يقول لها إن تم تعييني للقضاء على عصابة العربيات دول ولازم تتأكدي إني بحب شغلي قوي يا نورة. طبعا نورة تتجمع مع أصحابها بعدها وهي قلقانة، خصوصا إن إلياس بيحقق مع كل الموظفين حرفيا. بس بريست يهديهم ويقول إحنا ورقنا تمام ومفيش دليل يدلنا بحاجة. بعدها بنشوف عمالة النظافة وتطلع تنظف أوضة ابن تاجر ألماس اسمه بيتر، واللي بيبان وقتها إنه بيشرب مخدرات وستات بقى وآخر مسخرة، لدرجة إنه يقرر يقفل الباب ويعتدي على العاملة الغلبانة. طبعا الدنيا تتقلب عشان الست طلعت بتعيط ومنهارة، فلما تشوفها نورة تروح عشان تفهم إيه الحكاية. بس الصدمة وقتها إن صاحبة الفندق تزعق مع المدير وتقول له أنت مش عارف ده مين؟ قول إن العاملة هي اللي استدرجته. وبعد كده تدخل تاخد فلوس من بيتر كتعويض على اللي عمله. وطبعا كل ده بيحصل ونورة تشوفه وتتعصب على الآخر، خصوصا إن بيتر ياخد رجالته ويبقى خلاص هيمشي.
وقتها يجي جليل ويحاول يتكلم مع نورة، لكنها تتعصب عليه وتطلب منه يسيبها دلوقتي. مش بتاخد بالها إن إلياس واقف ومراقب كل حاجة. بس على العموم وقتها تقرر نورة إنهم يسرقوا بيتر قبل ما يمشي، خصوصا إنه معاه فلوس وألماس الصفقة الأخيرة بتاعته. الفريق كله وقتها ما يكونش عاوز يغير الخطة في اللحظات الأخيرة، بس غضب نورة وحرقتها من اللي حصل يقنعهم ويوافقوا. أثناء بقى ما بيتر ورجالته ماشيين بالعربية، تدخل عليهم نورة والباقيين ويضربوا النار عليهم. فيضطر بيتر يقف على جنب، وتدخل نورة وهي متعصبة تهدده بالمسدس وتطلع صاعق كهربي وتكهربه في المنطقة الحساسة جزاء على اللي عمله. تاخد بعد كده شنطة الفلوس والألماس، بس مش بتلحق تهرب عشان في طرف ثالث بيتدخل في الموضوع وناس تبدأ تضرب عليهم نار. نورة وقتها ما كانتش فاهمة مين دول، لكن تحاول تتصدى ليهم، وفي النهاية تاخد العربية وتنطلق بأقصى سرعة. يتضح بقى إن اللي بيطاردها ده هو إلياس ورجالته اللي يقربوا منها بالعربية وقتها ويحاولوا يقلبوها. لكن خبيرة السيارات نورة كانت أذكى بكتير، استنت اللحظة المناسبة وقدرت تدمر العربية بتاعتهم تماما. فيتعصب إلياس أكتر ويطلب من اللي معاه يسرعوا شوية لحد عند نقطة معينة كده. تدخل نورة من طريق مختلف عشان تعطلهم، ووقتها توصل لمكان فيه ستيف بعربية تانية. وقبل ما يمشوا يرموا القنبلة على عربيتهم القديمة عشان تنفجر، وإلياس يقف بعدها مش عارف يوصل ليهم وكان متعصب على آخره. بالليل بقى يجتمع الفريق كله في البيت السري بتاعهم، ويتفقوا وقتها كل واحد يختفي ويتقابلوا تاني بعد سنة من دلوقتي، ويطلعوا الفلوس والألماس اللي كسبوها، ويقضي الليل كله بعد كده في الاحتفال إنهم خلاص هيقبوا على وش الدنيا. لكن نورة بتبقى حزينة شوية بسبب جليل، فتقعد معاها زوي وتحاول تقنعها تعرض عليه يهرب معاها، لكنها تقول لها إن جليل عنده حياة هنا وبنته والموضوع هيبقى صعب. في الوقت ده بيتر يستدعي إلياس بعد ما عرف إنه متعين للقضاء على العصابة، ويقول له وقتها أنا هديك أجرك مرتين، المهم تخلصني من العصابة دي نهائي. فيفهموا إلياس إنهم هربوا ومش هيقدر يوصل لهم، بس بيتر وقتها يفاجئه إنه حاطط جهاز تتبع مع الألماظة بتاعته، ويديله جهاز كده يحدد بيه مكانهم بسهولة. أما نورة فتتصل بدليل وتقابله بعد كده في الغابة وتحكي له الحقيقة بقى كلها وتوريه الفلوس عشان يصدق إنها حرامية. فيتضايق جليل لما يسمع كلامها جدا، ويقول لها انت جايباني هنا بقى وعاوزاني أسيب حياتي وأهرب معاكي؟ عاوزاني أعيش طول حياتي مطارد؟ أنا عندي بنت يا نورة ولازم أفضل معاها. ويقول لها خدي بالك من نفسك، وياخد بعضه ويمشي فوراً. المهم تاني يوم نورة وأصحابها كلهم كانوا في البيت، لكن فجأة يظهر إلياس ويحاول يغرق نورة في البانيو اللي وقتها كانت بتقاوم بكل قوتها، بس إلياس كان أقوى منها بكتير، وفي النهاية يضرب دماغها في البانيو يغمى عليها. وقتها يسمع ستيف الصوت ويدخل بسرعة يهجم عليه، وهو يقدر وقتها فعلا يأذي إلياس ويوقعه، ويروح يطمن بعد كده على نورة اللي بدأت تنزف. لكن يجيله إلياس مرة تانية ويكمل قتاله الشرس معاه، ويخلع بعد كده الستارة ويخنق بيها ستيف عشان يخلص منه. لكن لما يلاقيه لسه بيقاوم يحدفه في الصالة، وينزل بعد كده عليه ضرب وتكسير بأي حاجة يلاقيها قدامه لحد ما يخنقه مرة كمان بمنتهى القوة. ستيف وقتها كان تعب خلاص وجاب آخره ومش قادر يقاوم، وبسبب كده فعلا بتحصل الصدمة وإلياس يخلص عليه. هنا بقى بتفوق نورة أخيرا وهي لسه مش مستوعبة اللي بيحصل، وتطلع من الحمام وهي مرعوبة على الآخر. فتلاقي ستيف واقع على الأرض ميت وإلياس واقف قدامه، فتدخل بسرعة تصحي بريست وزوي عشان يهربوا. بس الصدمة الكبيرة بقى إن إلياس أساساً خلص عليهم وهم نايمين من بدري. فتنهار نورة من العياط، بس تمسك نفسها وتنط من الشباك عشان تركب العربية، بس برضو إلياس كان عامل حسابه وكان مبوظها، وعشان كده تطلع تجري. هنا بقى إلياس يلاقي جهاز التتبع اشتغل من جديد، ويفهم وقتها إن نورة عايشة وخدت شنطة الفلوس والألماس وجريت. فوراً يطلع من البيت عشان يخلص مهمته للنهاية. ونورة بقى أول ما تاخد بالها تكمل جري على أمل إنه ما يشوفهاش، بس لما تلاقيه ظهر قدامها مرة تانية تفهم إن في حاجة غلط. فتطلع الألماظة من الشنطة ووقتها تتأكد من مخاوفها، وعشان كده ترمي جهاز التتبع وتستحبى في النهر. وفعلاً إلياس مش بيقدر يشوفها ويمشي. بالليل بقى تروح نورة ترتاح شوية عند عمها، والحزن طبعاً كان مالي قلبها بسبب اللي حصل. كل أصحابها ماتوا كده بطريقة بشعة جداً، فينصحها العجوز تاخد الفلوس وتهرب أحسن.
لكن نورة تصمم إنها تنتقم لأصحابها قبل أي حاجة، وعشان كده تروح نورة بالليل للفندق، وأول ما تشوف المدير ترفع عليه السلاح وتهدده عشان تاخد منه التابلت اللي عليه بيانات النزلاء، وبعد كده ترمي المدير في شنطة العربية لحد ما تخلص. بتعرف بقى وقتها مكان أوضة بيتر بالتحديد، بس وقتها المدير كان بيخبط على الآخر لحد ما يخرج نفسه ويروح إلياس بعد كده فوراً بعد ما عرف اللي حصل. في الوقت ده تدخل نورة أوضة بيتر وتلاقيه جايب بنتين صغيرين كده، فتتعصب أكتر وتديله طلقة في دماغه بدون تردد عشان تخلص البشرية من شخص قبيح زيه. بير بعد كده لبسها بسرعة عشان تقدر تخرج من غير ما حد يشوفها، بس تقرر الأول تطلع لمساعدة المدير ويتهددها بالسلاح عشان تتصل بإلياس وتخليه يجي. فعلا إلياس بيبقى في أوضة بيتر ويشوف اللي حصل واللي تجيله وقتها المكالمة، فيتحرك على المكان بتاع نورة على طول. أول بقى ما تحس نورة إنه بيقرب تستعد بالمسدس، لكن الصدمة إن إلياس يدخل وهو رافع السلاح على جليل ويطلب منها ترمي السلاح يا إما هيخلص عليه فوراً. نورة طبعاً وقتها مش بتقدر وترمي السلاح، بس إلياس وقتها الطماع يطلب منها الفلوس اللي سرقها كلها ويقول لها لو ما أخدتش كل الفلوس جليل هيبقى مصيره نفس مصير صحابك. فتتضايق نورة وقتها وتوعده إنها هتقتله عشان كده، بس تقرر في الوقت الحالية تنفذ كلامه عشان تحمي جليل. يتحركوا هما التلاتة بالعربية للمكان اللي نورة مخبية الفلوس فيه، بس بمجرد ما يوصلوا تطلع نورة سكينة، ولما يشوفها جليل يحاول يشتت إلياس، ووقتها نورة تجرحه بالسكينة فعلا، بس إلياس يضربها ويوقعها في الأرض لكنها تقاوم وتديله طعنة تانية في رجله وتقوم تاخد جليل وتجري بسرعة من المكان. ولما يدخلوا الغابة تديله شنطة الفلوس وتطلب منه يتفرج لحد ما تتصرف مع إلياس. إلياس بقى في الوقت ده يفضل يطارد نورة في الغابة لحد ما يوصل لشاطئ البحر، ووقتها تهجم عليه نورة بكل قوتها، بس إلياس يوقعها ويفضل يخنق فيها بكل قوته اللي كان وقتها عاوز يخلص مهمته بأي طريقة. لكن نورة وقتها تغرس السكينة في بطنه من غير ما يحس، ووقتها طبعا يقع على الأرض مش قادر يتحرك خلاص. لكن الموضوع ده ما كانش كافي بالنسبة لنورة طبعا، اللي تفتكر وقتها كل اللي عمله في أصحابها وترجع له تاني تسحب السكينة وتنزل عليه بالأعناط بشكل هستيري، وأول ما تقوم تتصدم إن جليل واقف وشاف كل حاجة، واللي وقتها يخاف منها أكتر ويتأكد إن طريقهم مش واحد، وبدون ولا كلمة يحدف لها شنطة الفلوس ويمشي في طريقه. من بعدها تقرر نورة تكمل طريقها هي كمان ومعاها الفلوس، بس مقابل كده طبعا خسرت كل حاجة حلوة في حياتها. ودلوقتي بقى قولي في التعليقات، هل الفلوس ممكن تنسيها فعلا ولا فراق الأحبة دايما هيكون الألم الأقوى في العالم؟ وبيخلص الفيلم على كده؟ يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.